مبتدئة في مجال الفن. اكزاكتومون. والخيار اللي اخترتيه واش من طابع اللي راح تبداي فيه؟ بون خيرت باش نغني كاع الطبوع الجزائريه. بون نبدا بالطبوع الجزائريه. صح نميل بزاف شويه للشرقي، شرقي خليجي، ولكن خيرت باش نبدا الطابع الجزائري وكلش. اوكي. شاوي، قبايلي، عاصمي، اندلس، عندنا بزاف طبوع الله يبارك. انطلاقتك كيفاش راح تكون؟ بدايتك من اي محطة راح تبدايها؟ ان شاء الله راني نحضر في سينجل. اوكي. جزائري 100%. ان شاء الله انا نوجدوا فيه مازالوا دي بتي ديتاي هكذا ما تفهمناش عليهم، مي ان شاء الله. اخترتي كاتب الكلمات والالحان؟ وي اخترتهم سي بون، مازالوا دي ديتاي صغار بون ماشي معروفين. اوكي. مي لا ان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله يا رب. يعني المعيار ماهوش في الاسم ولا الشهره تاع الكاتب. كاين احيانا وين اشخاص ربما ولا مره سمعنا بهم، لكن كي يحط لك البوم يدير به ضجه. نو البوم مازال شويه ولا حتى سينجل. كيما راك عارف لازم واحد يكون عنده قاعده جماهيريه باش يدير البوم، سي با فاسيل. لازم يكون عنده قاعده جماهيريه سورتو جزائريه، لازم يبدا بالجزائر باش يروح للخارج. الوغ انا فضلت تكون عندي قاعده جماهيريه هنا، وان شاء الله بيانتو نكون في الحان وشباب ان شاء الله اذا قبلوني هذا العام. قررت باش نكون. كنت راح نسالك هذا السؤال. كثير من الاشخاص اللي يبداو مجال حياتهم الفنيه يبداوها ببعض المدارس اللي تكتشف الاصوات. بالنسبه لك مازال ما خممتيش في الالتحاق بمثل هذه البرامج، لكن راكي بديتي وقلتي راني خلاص راني دخلت عالم الفن وبديتي بسينجل؟ ان شاء الله حبيت ندير سينجل قبل ما ندخل الالحان وشباب هكذا باش تكون الفرص تاعي اكثر باش ندخل المدرسه، ويشرفني ان شاء الله باش ندخل المدرسه هذه باسكو خرجت بزاف فنانين كبار ونشرفني. عالم الفن والموسيقى، الغناء مرتبط ارتباط كبير بالموسيقى. سبق لك انك تعاملتي مع آلات موسيقيه، حكمتي ميكروفون؟ بيان سور انا ديجا بدايتي كنت من صغري وانا ديجا نغني. بعد ماما حبست. وين كنتي تغني؟ بون من صغري كنا نديروا هكذا حفلات في المدرسه وهكذا. بعد ماما حبست تلهيت بالقرايه راك تعرف. ومن بعد كي واش مجال دراستك؟ واش راكي تدرسي؟ قريت نو سي بون كملت انا. قريت علم نفس. ما شاء الله. بعيد يسلمك يعيشك، بعيد كل البعد على الفن. كان المفروض نضموها للدكتور اللي كان معنا عالجنا موضوع. نو ما كملتش جوستومون. وي ما كملتش جوستومون باسكو ما لقيتش روحي. ما لقيتش روحي باسكو نحب نغني، نحب الموسيقى. واش اللي يضمن انك راح تكملي في الغناء وراح تلقاي راحتك؟ شوف انا نقول بلي الواحد كي يحب حاجه يديرها، كي يكون يحب هذاك لو دومين، يحب هذيك الحاجه اللي يدير فيها. ما حبيتيش؟ نو ماشي ما حبيتوش، نحبه ولكن ما لقيتش روحي فيه بزاف. لقيت روحي بزاف في الموسيقى. ما خممتيش تغيري الشعبه؟ بالك تغيري تخصص؟ غيرت تخصص للموسيقى. رحت قريت في كونسيرفاتوار. اوكي. هذه معلومات لازم تقوليها لنا. خليني نقول لك ما راك تعرف. قريت في كونسيرفاتوار، درت بيانو اندلس. قريت ثاني كنت في الجناديه تاع بوفاريك، درت معاهم. بون فوالا. اذا حبك للفن ما جاش من العدم. ما جاش من العدم. سبق لك انك انضميتي لمثل هذا الجمعيه الثقافيه الفنيه كونسيرفاتوار ما شاء الله؟ بيان سور قريت في كونسيرفاتوار ودرت بيانو كيما قلت لي انت آلات موسيقيه. درت بيانو اندلس وان شاء الله. بيانو يقولوا انه البيانو خاص بالعائلات الراقيه. جادور البيانو ملي كنت صغيره. عندكم بيانو في المنزل ولا ما كاش؟ مي شريت سنتي. شريت بيان سور. وي لازم. الوغ فوالا. والغناء مي بارون كانوا كونتر، قالوا لي كيفاش تدخلي راك تعرف مازالت كاينه هذيك الحساسيه تاع واحد يغني، وحده سيرتو مرا طفله تغني شويه زعما واش يقولوا الناس واش هكذا، كيفاش لا فامي كيفاش يقولوا عليك. بون انا سيت نقنعهم، قلت لهم استعملتي دور طبيبه نفسانيه في البيت. لازم هكذا. قريتها باطل. ديتي شهاده بامتياز داخل البيت. لازم وي. الوغ سيت هكذا. دوك ماما راهي مقتنعه، مي بابا مازال شويه داير نحييه باسكو اليوم لانيفرسير تاعو نقولوا بون انيفرسير. زايد في نفس اليوم كيما انا. اوكي. بون انيفرسير الله يخليك. كل عام وانت بخير ثاني، وكل الاشخاص اللي زادوا في هذا اليوم من بينهم الفنان عمرو دياب اللي زايد في 11/10.
ان شاء الله ان شاء الله ويخليه فوق راسنا ان شاء الله يا رب. شكون هو اول شخص يامن بقدراتك ويحب صوتك؟ داخل العائله ولا من برا؟ شخص اللي يكون قريب ليك ربما. بون اول جمهور ليك شكون؟ ماما توجور كانت تقول لي بون عندك صوتك شباب بصح ما كانتش تحب زعما كل خروف عند مو غزال. بالك تكون بنتها. احنا نخليو الجمهور ربما هو اللي يحكم. يلا حبايبي نقدروا الصوت ما باش اذا كان يوصل ولا لا، يحتاج بلادور ولا لا. اعطينا حاجه بصوتك على المباشر. نعطيكم اغنيه نحبها بزاف، اغنيه قبيليه تاع تكفارينس، يا عساسني الزهريو. يا عساسني الزهريو داوي لعقلي وتزريضاني ذات واغا، ثنينا يا ربا وفوتي من هذا الزواج ونكذا الخير يسفوتا، يغسم كان ذقولي وثيلا يسفيري وتسوخ ميد الولاغا. اي الرايو. الله برافو. عندها خامة صوت ما شاء الله، وعندك هذيك البحة الله يسلمك. ويليق صوتك الخليجي ايضا. اعطينا شي خليجي. يلا اغنية محمد عبدو. يلا تفضلي. ايوه قلبي عليك ارتاح ما يحتمل غيرتك ليلة. أيوه قلبي عليك ارتاح. الله عندك مساحة صوت ما شاء الله عليها. يسلمك. لازم انك تشاركي في البرامج اللي تكتشف مثل هذه الاصوات. وخممتي انه البداية تكون من اكتشاف مواهب جزائرية. اكيد. ما خممتيش في البرامج العربية الاخرى؟ لا بيان سور. عندنا الفنانة كنزة مرسلي، سويرة بالشهب، هادو كامل بداو منا. اسماء صح هما بداو من هادو كامل بداو منا. لازم قاعدة جماهيرية جزائرية باش يقدروا يدعموك تما. خيار ذكي. اكيد. ما خممتيش انك تطرحي ربما بعض الاغاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ اليوتيوب صار ربما الوجهه الاكبر لكثير من الشباب اللي ما لقاوش فرص. بون انا بديت بانستغرام. انستغرام ندير هكذا دي بتيت فيديو هكذا نغني فيهم، ولقيت الحمد لله لقيت يعني اللي عجبتهم ودعموني وقالوا لي فوالا صوتك شباب، عجبهم صوتي وشجعوني وان شاء الله نكمل. لما ذكرت لك البرامج العربية واكتشاف مواهب وذكرت لك اسمين للفنانة كنزة مرسلي وأيضا الفنانة سهيلة بالشهب، قلتي لي أنه بدايتهم كانت من الجزائر. أكيد بالتالي أنت راكي على اطلاع على كل المسيرة اللي يقوموا بها الشباب، موجة جديدة للفن الجزائري. هادو فنانينا ونفتخروا بهم ومثال لينا تاني وينكوراجيونا. يعني انا كي نشوف باغ اكزومبل سهيلة بالنشهب ولا كنزة مرسلي شبالك شويه كنزة مرسلي. صح سي فغي. ماما قالوا لي. نحيوها الفنانة كنزة مرسلي التي نالت جائزة مؤخرا، نقول لها ألف مبروك، شرفتي بلدك الجزائر. وش هي المعايير اللي تشوفيها في الفنان اللي لازم يتقيد بها باش تكون فيه استمرارية؟ أخلاق والأخلاق من بعد الاختيار. سورتو الأخلاق، باسكو الفنان بلا أخلاق ما يكون والو. والاختيار واش تقصدي به؟ اختيار الأغاني، اختيار المناسبات حتى اللي تكون فيهم، اختيار تاع الكلمات، الألحان، مع من تتعامل، هادو كامل يلعبوا دور. واختيارك كان موفق في السينجل؟ ان شاء الله يكون موفق، مازال ما شفناش، من بعد تشوف تقول لي رايك. لا ان شاء الله تكون بدايتك موفقه. حتى حضورك ما شاء الله عليه. ضروره انه الفنان يهتم بجماله ايضا، هذا الشيء يحسب ليه. بيان سور لازم يكون مهتم بالمظهر تاعو، باسكو احنا دوكا رانا في وقت صوت وصوره. صح، صوت وصوره. دوك الاعلام راهو صوت وصوره، الوغ لازم الواحد يشوفك مظهر مليح يليق بالعين تاع المشاهد. الفنان اللي تشوفي فيه مثل ليك؟ الجزائري بزاف نحب ندى الريحان. حيوها الفنانه الجميله ندى الريحان. بزاف نحبها، جو سوي اون فان. احسنتي الاختيار. بزاف نحبها، اخلاق، صوت، طله ما شاء الله. ونتمنى في يوم من الايام ان شاء الله، بون مازال ما تلاقيتش بها، ان شاء الله ماذا بيا نتلاقى بها، وان شاء الله ماذا بيا نغني معاها.
شوفي انه في شبه بينك وبينها، لانه كثير من الاشخاص ربما كي تساليه خصوصا الفنان كي تدي رايه في فنان اخر يختار باغلبيه الاحيان الفنان اللي يتقاسم معاه ربما نفس الصوت، قواسم مشتركه، نفس الطابع، فيه قواسم ربما نفس الطابع. هي تغني بزاف خليجي، تعجبني بزاف الخليجي الشرقي، أطولي كتغني هي كلش. شفت لها لقاء عندكم هنايا كيما جات قالت انا فنانه نغني كلش، وهي اللي تغني الشاره الخاصه ببرنامج صباح الشروق. وي على بالي. بون تعجبني. بالك عندنا قاسم مشترك بالك في هذه الحاجه. تلاقيتيها ولا مازال؟ مازال. نبرمجوا لك لقاء خاص مع مدابيه ندى ريحان فنانتنا الجميله اللي تابع برنامج صباح الشروق. نقولوا لها عندك فان معجبه من المعجبات واللي حابه ربما تقدمي لها بعض النصائح في مسيرتك الفنيه. ما تقربتيش من الفنانين واحد اخرين؟ ما عندكش علاقه ولا اتصال معهم؟ فنانين كاين بزاف اللي الحمد لله دعموني، فنانين كبار كيما سليم الشاوي. سليم الشاوي تلاقيته ما قال لي فونس شو قال لي انا هنا نعاونك بلي كانت وهكذا. الحمد لله يا ربي. كاين دي ميوزيسيان، كاين عندي اصدقاء تاني كانوا في الحان وشباب هذا العام كيما كان كيما ابراهيم حدرباش، نوجه له تحيه تاني، نحييوه. محمد جفال، بزاف يعني كانوا يعني دعموني الحمد لله يا ربي. اعطوني هذاك كيش يقولوا ثقه في النفس زياده. كون انه فيه قاسم مشترك بيناتكم، انت دائما تبحثي على الاشخاص اللي داخلين في هذا المجال، صح؟ بيان سور. اصدقائك في الفيسبوك، حاولتي تتقربي من فنانين ربما من اسماء فنيه؟ قلت لك ما هادو هما اللي بوغ لو مومون اللي زعما تلاقيتهم ونعرفهم وسمعوا. الفنانين العرب شكون هو الفنان الاقرب لقلبك؟ الفنانين العرب نحب بزاف مروان خوري. رومانسيه صح. صح. يعجبني بزاف باسكو دقيق بزاف في اختياراته ويقيسها دائما، كل ما يغني اغنيه تنجح ويغنيها هو ولا يعطيها لواحد اخر. يعني تحبي انت اكثر شيء طابع رومانسي، بالك بالتالي تحبي اليسا كاظم الساهر، ربما يمشيو في نفس الخط. اليسا ماشي بزاف، اليسا مي شيرين بالك، مع انه كتب لها بزاف اغاني ولحن لها ايضا. يعجبوني بزاف الكلمات تاعو بزاف. وتشوفي انه مستوى الفنان الجزائري يقدر يوصل للمستوى اللي وصلت له الاغنيه الشرقيه، مع انه الاغنيه الجزائريه وصلت الى العالميه، لكن الفنانين الجزائريين المحليين اللي بقوا ربما متقيدين بالاغنيه اللي يقدموها بطريقتهم المحليه الاقليميه. شوف احنا ما عندناش، ماناش ناقصين مواهب، احنا ناقصين دعم مواهب. احنا عندنا مواهب ما شاء الله، يعني راك تشوف في برنامج مثلا تاع الحان وشباب راهو يخرج اصوات ما شاء الله، يعني تسمعها لحمك يشوك. مثلا عماد باشا كل ما سمعوا لحمي ينوض والله العظيم، تلما عنده بويسونس في لافوا تاعو ما شاء الله. محمد جفال تاني ما شاء الله عنده الله يبارك. عندهم كاين احنا عندنا ان شاء الله، علاش لا نلحقوا صح. وشنو احنا الغلط اللي نديروه كي نشاركوا في مسابقات خارج في الخارج، نقول لك لا زعما بلا ما نساو تاني اجراد يغرطه. احنا كي نشاركوا باغ اكزومبل في الخارج توجور يقول لك نغني جزائري، نغني جزائري باش نعرف. انا جو سوي كونتر، ما نكذبش عليك. انا ماذا بيا نوصل ليماج تاعي، نوصل روحي ندير جمهور، نغني واش راهو يمشي، واش يسمعوا الناس باسلوبهم. يعطيك صحه. ومن بعد كي يولي عندي قاعده جماهيريه نغني جزائري تما يلحق. الله ما شاء الله، راكي بديتي ديري في الخطه والاستراتيجيه اللي تمشي لها بذكاء. بيان سور. يعيشك. حضور جميل وحضور رائع، نتمنى لك التوفيق ياسمين بالقاسم. نتمنى انه اطلالتك من خلال برنامج صباح الشروق راح تعطيك افق جديده وتخلي ربما الاشخاص يتعرفوا عليك عن قرب. وانا نقول لكم شفاو مليح على هذا الوجه، لانه اكيد راح توصل الى مبتغاها، لانه عندها العزيمه والقوه والاراده. ان شاء الله. اخر كلمه تقدميها لكل السيدات المرضى بمرض سرطان الثدي؟ نقول لهم كونوا قويات وشدوا في ربي. والضربه اللي ما تقتلكش تعطيك القوه، وهذا مرض لازم تعيشوا معاه. دوكا
اكثر. ولازم الفحوصات والفحوصات والفحوصات، لازم بزاف يكونوا يبكروا بالفحوصات. وحبيت نقول كلمه ثاني، حبيت نشكر ما نقولش لي فان، نقول هذوك عائلتي، هذوك عائلتي باسكو عندي بتيت فامي هكذا. بون ما عنديش بزاف مي نشكرهم بزاف، في سورتو امينه تاع الشلف. ونشكر بزاف ما فامي، ماما بابا خاوتي اللي راهم ينكوراجيو فيا. و فوالا. شكرا لك ياسمين، حبينا حضورك معنا اليوم. الله يعيشك، نتمنى لك التوفيق في مسيرتك الفنيه. يعيشك تعيش. اذا مشاهدينا مازلنا متواصلين مكملين في فقراتنا ومحطاتنا. محطه اتيكات بعد قليل راح تنضم الينا كريمه شامي كي تعرفنا بموضوع الحلقه، لكن قبل ذلك نروحوا